وقف الفيديو إذا كنت لحام أو حداد أو عم تدور على شغل بألمانيا، لأنه أغلب الناس بتسأل نفس السؤال: بأي مدينة الراتب أعلى؟ وين الشركات أقوى؟ كيف أعرف إنه المدينة مناسبة إلي ولعائلتي قبل ما أقدم؟ المشكلة إنه كتير ناس بتدور على اسم الشركة وبس، لكن المحترفين بدوروا على مدينة كاملة فيها فرص أكثر ورواتب أفضل، مثل شتوتغارت، هامبورغ، برلين، مانهايم. ليش؟ فيها مصانع وإنشاءات معدنية وشركات إنتاج ومشاريع مستمرة طول السنة. بس انتبه، مو كل راتب عالي يعني حياة أفضل. ممكن مدينة تعطيك راتب أعلى ب 500 يورو لكن الإيجار أغلى ب 700 يورو. لهيك الفيديو الكامل القادم رح نعمل مقارنة حقيقية: أفضل المدن للحامين والحدادين، أسماء الشركات بكل مدينة، متوسط الراتب، تكلفة السكن، فرص العمل الحالية. هم رح أعطيك الطريقة اللي استخدمتها أنا شخصيا حتى أعرف الشركة محترمة قبل ما أبعت السيرة الذاتية، لأنه مو الهدف تلاقي شغل وبس، الهدف تلاقي شغل براتب محترم ومستقبل مستقر. اكتب لي بالتعليقات اسم مدينتك أو البلد يلي أنت موجود فيه الآن. الحلقة الجاية من سلسلة الحداد الألماني رح نبدأ بأول مدينة ونكشف الشركات والرواتب خطوة خطوة. وإذا بدك تعرف أي مدينة ممكن تعطيك فرص أقوى من مدينتك الحالية، تابع القناة وخليك جاهز للحلقة القادمة. المعلومات اللي عم نعرضها ممكن توفر عليك شهور من البحث. الشغل موجود لكن يلي بيعرف يدور عليه بيوصل أول. تابع قناة الحداد الألماني، صوت الحداد الألماني على اليوتيوب. استفاد صدقا.